بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم والهنا والياسمين والورد على عيونكم. يا صباح الفل عليكم يا حبايبي. النهاردة انا هعمل اكلة شعبية كلنا بنحبها وكل مصر بتحبها. هعمل البصارة اللي هي الفول المدشوش ده. الفول المدشوش ده تمام. ده لسه هغسله وهحط عليه الميه واولع عليه على البوتاجاز. كل حاجه قدامكم. بيتحط للبصاره ايه بقى عشان نبقى عارفين؟ احنا بنحب البصاره جدا والعدس والحاجات دي في الشتاء. الفول المدشوش ده بيتغسل وتحط عليه الميه وتحط فوق الخضره وتحط البصل وتحط شويه توم اهمت. وهنا بقى التوابل. توابلها ايه بقى يا حبايبي؟ التوابل: كمون، فلفل اسمر، حبه بابريكا صغيرين يطعموا يدوا طعم حلو، لان البابريكا دي فلفل احمر بيطعم الاكل، وشويه ملح وشويه كزبره ناشفه. تمام. ادي التوابل بتاعتها. بنغسل الفول وبنحطه على النار يغلي شويه، وبعد كده احط له الخضره. ما بحطوش الخضره في الاول ليه؟ عشان الخضره ما تسودش، يعني قرب يستوي كده احط له الخضره، لان دي بصاره خضره مش بصاره حمراء، بصاره خضراء. وبعد ما بتستوي انا بحمر بصل، بخرط بصل تاني وبحمره واحطه على الوش. بحمره جوانح جوانح كده البصل. تمام. واحطه على الوش. وادي النهارده هنعمل البصاره، وخليكم معايا هتشوفوا الخطوات واحده بواحده. بس انا بعملها جميله جدا وبصاره خضراء، وهتشوفوا معايا ازاي بعملها. هتبقى جميله جدا واكله بتفتح النفس واكله حرشه وزي الفل. وجنب منها انا بعمل بدنجان اهو يا حبايبي. انا كنت جبت البدنجان، جبت اهو، لان هعمل جنب منها هشوي بدنجان جنب منها واعمله بابا غنوج. تمام. بالطحينه وكده. هتبقى اكله جميله وحرشه وجميله وتفتح النفس وتغيير تغيير في الاكل. والفول اهو معانا اهوت. الفول المدشوش اللي هو الابيض ده الجميل الفلاحي ده. هغسله دلوقتي واحطه على النار معاكم. والخضره والتوابل زي ما قلت لكم كده. تمام. وان شاء الله معايا خطوه بخطوه. الباذنجان هشويه على النار من فوق على البوتاجاز من فوق كده. بحطه كده على البوتاجاز وبشويه زي الفل زي الفرن بالظبط. وهعمله بابا غنوج معاكم وهعمل البصاره معاكم. يلا بينا. يلا بينا نغسل الفول ونحطه على النار. خليكم معايا اهو يا حبايبي. انا غسلت الفول. ومعلومه كمان: الفول بتاع البصاره ما بيتغسلش ولا يتبل من قبلها بساعه ولا بنص ساعه، لا بيتغسل ويتحط على النار في ساعتها، لان فول البصاره ما بيتبلش. لو اتبل يبقى عامل زي هنعمل طعميه. ما احنا مش عايزين نعمل طعميه، احنا مش عايزين الفول يبقى مبشن كده، لان النار اللي تسويه عشان البصاره تبقى ناجحه وطعمها حلو. ما الفول البصاره ما بيتبلش. تغسليه ولما ميه تدلق كده وتحطيه على النار على طول، بحيث ان النار اللي تسويه ما تبلهوش فتره. تمام. و... واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النار اللي بتسويه مجرد ما يغلي تحط عليه الحاجات اللي انت عايزاها، البصل والثوم والحاجات دي، بس الخضره قبل ما يستوي بشويه، علشان الخضره اما تحطيها قبل ما يستوي بشويه بتحتفظ بخضرها. لو انت حطيتيها من الاول يعني بتاخد ايه، بتسود شويه مع الغليان. انما تحطيها قبل السوا بشويه. يعني انا بشوف ناس كتير وشيفات كتير بيعملوها ويحطوا كل الفول على بعضه وكل حاجه على بعضها ويبداوا يسووا. لا، انا بأجل الخضره شويه لما الفول يقرب يستوي عشان تحتفظ باللون الاخضر ده اللي فيها. تمام. ده طريقتي، ان انا بحط الخضره يعني في النهايه شويه، لكن كل الحاجات دي انا بحطها عليه دلوقتي ويستوي. تمام. وهنشوي الباذنجان معاكم وهنعمل كل حاجه معاكم. يلا بينا نحط على النار. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهو حطيتها على النار اهو. تمام. هتغلي بس دقيقة واحط عليها الحاجات اهو يا حبايبي. هحط عليها التوم صحيح كده. تمام. كله هيتهرس في بعضه، يا اما بنضربها بالخلاط يا اما بنعملها بالهاند بريندر. تمام. والبصل والتوابل وكل حاجه وبتضربها بالهاند بريندر وتحط لها الخضره بتاعتها. هنبقى مع بعض واحده واحده واحنا بنسويها. خليكم معايا اهو. تمام. تمام اهو. بصي يا حبايبي، انا ولعت النار. العين اللي في النص جديده اهي. وبحط عليها الباذنجان كده، وكل 5 دقايق اقلبه كده. بشويه زي ما هو كده، وكل 5 دقايق اقلبه، كل 5 دقايق اقلبه كده.
بيبقى مشوي ما شاء الله ما شاء الله زي الفرن بالظبط. تمام. والبصله ولحت عليها اهوت، والبدنجان بشوي جنبكم اهو، وهتشوفوا كل حاجه معايا. كل 5 دقايق اقلب بدنجان من هنا لهنا، اقلبه من هنا لهنا، بيبقى جميل جميل، معمول بالطحينه. بيبقى يعني سلطه تحفه جنب الاكل، وسلطه خضراء طبعا. بيبقى اكله شعبيه جميله. باذن الله باذن الله تدعوا لي لما تاكلوها وتعملوها بنفس طريقتي بمشيئه الرحمن. خليكم معايا اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اهو بيستوى اهو، قرب يخش في السوا اهو اهو. طبعا يا جماعه دي اكله حرشه وبتفتح النفس، خلفت عن الاكل كله. بص التوابل اهي كلها فوق بعضها اهي اهي. تمام. كل التوابل فوق بعضها اهي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. والخضره يا حبايبي، حط معاكم كمان الخضره اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله يا محمد. تمام. والخضره عليها اهو اهو يا جماعه. الفول استوى اهوت، وهضربه بقى بالهاند بلندر اهو. الفول استوى بتاع البصاره، وحطيت عليه الخضره وظبطت الامور اهوت. تمام. هضربه بالهاند بلندر اهو قدامكم. طبعا يا تضربيه في الخلاط يا بالهاند بلندر كده، اي حاجه يعني. المهم اللي هو ينضرب كده، يا في الخلاط يا كده. استوى خلاص. تمام اهو استوى خالص اهو. طبعا عشان خاطر يبقى ناعم خالص، عايزاه ناعم خالص، ما يبقاش فيه تكتلات خالص. والله يا جماعه ودي اكله حرشه جميله جميله جميله. تغيير من الفراخ واللحمه وتغيير من الحاجات دي كلها. وبارك عليك يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. تمام اهو. دعمتها خالص اهي اهي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعمتها بالهاند بلندر خالص 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 اهي. هي البصاره لازم تكون ناعمه بالطريقه دي. طبعا ما بعملهاش حمرا بالطماطم، لا، بعملها كده خضرا بالخضار، لان البصاره ما هي طبيعي. البصاره حاجه جميله كده، والطماطم طبعا بتخليها حاميه، لكن كده بالخضره بتبقى بارده وحلوه. اتغدى منها مع الباذنجان ومع السلطه الخضراء ومع المخللات، بتبقى اكله شعبيه جميله جميله جميله. صراحه ربنا انا بحبها وولادي بيحبوها وكلنا بنحبها. شفت الهاند بلندر خلاها ناعمه زي الحرير اهو. اللي بيعوم على الوش ده الخضره يا جماعه، لسه الخضره بتتحرق اهي اهي. دي الخضره كلها في قلب بعضها كده. تمام تمام اهو يا جماعه. خرطت بصل اهو، البصل اللي بيبقى على الوش بتاعها اهو. بحمره بصل جوانح اهو. طبعا البصل ده بحمره كده وانشله كده من الزيت، وبعد كده بحط مكانه البصار اهي. حمر له بصل اهو. تمام. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. لا اله الا الله. دايما يا جماعه اذكروا الله، اذكروا الله عشان ربنا يبارك لكم. اذكروا الله في كل حاجه بتعملوها وفي كل وقت. اذكروا الله عشان ربنا يكرمكم. اللي بيفتكر ربنا بيتن واقف جنبه وفاكره بكل حاجه حلوه. اذكروا الله دايما وصلوا على الرسول على طول عليه افضل الصلاه والسلام. اهو البصل اهو حمره كده. تمام. وارجع لكم تاني، خليكم معايا اهو يا جماعه. البصل
البصل بقى لونه ذهبي اهو، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده البصل بتحمري، بتحطي بس عليه يعني سنة ملح كده عشان ايه يقرمش. البصل احمر اهو، عشان يقرمش البصل بس. طلع البصل اهو اللي هنحطه على وش البصارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تمام. وهنا بقى هنفضي البصارة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله يا رب. تمام اهي البصارة اهي مكان البصل كده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عليها ملحها وعليها توابلها، هتاخد بس غلوة ونطفي ونغرفها واوريها لكم. والود الباذنجان اللي انا شويته اهو لسه هقشره وهعمله بابا غنوج معاكم بالطحينه. تمام. ومعاها سلطه خضراء، وده هيكون الغدا النهارده البصاره. هتغلي واغرف اهو يا جماعه. خلصنا البصاره، ايه رايكم؟ اهو غرفتها، والبصل اللي انا حمرته معاكم حطيته على الوش اهو، وحبه زواق كده. وادي الباذنجان اللي انا شويته على النار معاكم. الباذنجان اهوت بابا غنوج بالطحينه والكمون وفص واحد توم، يعني حبه تشكيله كده، وحبه ملح، واكتر من كده مفيش. ادي البصاره هي يا جماعه. ولو عجبتكم هتعملوا لايك وهتشتركوا في القناه وعشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، يا رب اكون بفيدكم بمعلومه. دي البصاره الخضراء. تمام اهو. والبصل حمرته معاكم، وكل حاجه انا معاها ماشيها معاكم واحده واحده، عشان البنات المتجوزين جديد ونفسهم يعملوا اكله حرشه زي كده يعملوا، نفسهم يعملوا حاجه كويسه كده تفتح نفسهم يعملوا. اهي والله العظيم يا جماعه دي بتفتح النفس احسن من اي اكل. بسم الله ما شاء الله عليها البصله الخضراء دي. تمام. والبدنجان طلع عسل ما شاء الله، بشويه على النار من فوق زي ما شفتوني كده. وهي البصاره اهي. واللي يعجبه بقى الاكله الجميله الحرشه ديت يعمل لي اشتراك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو. وجزاكم الله كل خير، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.